بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. معكم اختكم ام يوسف من قناة بنت العمدة ام يوسف. ان شاء الله النهاردة هنعمل الفريسكا الصعيدي او الشريك. اول حاجة هتجيبي كيلو دقيق وهتنخليه بالمنخل زي ما انت شايفة كده، وده شكل المنخل الصعيدي للي ما يعرفوش. ده اللي بننخل بالدقيق، نطلع بيه الردة لوحديها والدقيق لوحده. ماشي. هتنخلي الدقيق وتفضيه في الطبق اللي هتعجني فيه، وبعدين هوريك المكونات اللي هتضيفيها على الدقيق. اهو ده كده شكل الدقيق المنخول، ودي المكونات. يا ام هدير المكونات قدامك اهي، عشان ساعة القرص قلتي ما وريتناش المكونات، انا كنت ساعتها مصوراهم بس اتمسحت. اهو هتجيبي نص معلقة صغيرة ملح، كوباية زيت، نص كوباية سكر، مية دافية للعجين، يعني مش دافية، سخنيها شوية عن ان هي تبقى متوسطة الحرارة يعني. وكيس خميرة فورية، يبقى كيس خميرة فورية، كوباية زيت، نص كوباية سكر، معلقة صغيرة ملح، مية دافية للعجين. تمام يا حبايبي، كده دوبنا الملح في شوية مية وصبناهم على الدقيق. شوية مية دافيين تاني هندوب فيهم السكر وكيس الخميرة الفورية، وتركنيهم كده 5 دقايق عشان تتفاعل الخميرة مع السكر. أهو. بس وتصب شوية مية وتعجني لحد ما تلقي الدقيق كله اختفى وبقى عجينة في بعضيها. بسم الله اهو. بعدين كده الخميرة تفاعلت مع السكر، تحسيها عاملة رغاوي كده وعليت عن ما كانت. تصبيها على الدقيق وتعجني. ودي على طرف المعلقة شوية كركم، يعني قولي انت ربع معلقة او نص معلقة صغيرة، عشان كمية الدقيق قليلة. فلو حطيتي كركم كتير هيبقى لون العجينة غامق قوي، هتبقى صفرة لونها فاقع، هتبقى زي الفاشل اللي بنشتريه بتاع الفرن. احنا عايزين العجينة يبقى لونها فاتح، في نفس الوقت ما يبقاش يعني اللون شديد قوي. اهو. وتعجني كل ما تحطي مكون من المكونات اعجني اعجني لحد العجين كله ما يمسك في بعضه، وتلاقي الدقيق اختفى خالص، ما بقاش فيه دقيق. اهو. القوام بتاع العجينة بيبقى متوسط، يعني ما بتبقاش ناشفة قوي وما بتبقاش طرية قوي، زي قوام القرص كده. شايفين؟ بعدين كده تبدأي تضيفي الزيت شوية شوية، يعني تصب شوية زيت وتعجني لحد الزيت ما يختفي، وتصب شوية زيت وتعجني لحد ما تلقي العجينة شربت الزيت. بس ما تصبيش الكوباية كلها مرة واحدة، عشان العجينة ما تقعدش تتحرك في الطبق، مش هتعرفي تتحكمي فيها. اهو يا بنات شايفين؟ صب شوية صغيرين وتعجني، هتختفي الزيت وتصبي غيره. عايزة تعجني لحد ما تحطي الكوباية كلها عادي. انا فضلت اصب بشوية واعجن، حسيت ان هي مش هتاخد الكوباية كلها. حسيت ان هي هتبقى مزيتة قوي يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني من الفيديو اللي فات، فيديو البرجر البيتي. يا رب تكونوا جربتوه ويكون عجبكم. صراحة طلع طعم البرجر تحفة، ويعني سمك القطعة كده حلوة وتقيلة كده وفيها بركة.
يعني تعمليها في السندوتش كده طعمها لحمة لحمة لذيذة يعني الصراحة. حاولوا تجربوه واكتبوا لي في التعليقات عجبكم ولا لا. انا ان شاء الله كل فترة كده انزل لكم وصفة اقتصادية كده على قد الايد، حاجة مش غالية، حاجة تغنينا عن شراء الشارع. وان شاء الله مرة هنزل لكم الفرق بين البرجر اللي انا عملته في البيت وبين البرجر اللي احنا كنا شارينه وبرضه محمرينه في البيت. هوريكم شكل الاتنين وانتوا تحكموا بنفسكم. كده حطيت الزيت، اتبقوا شوية في الكوباية حوالي 4 معالق اهما ولا 5. قلت كده كفاية دول، خليهم ندهن ايدينا بيهم واحنا بنقطع العجينة. خلصتي هتجيبي كيس بلاستيك وتفرديه على طبق العجين، وتحط عليه صينية او صاج وتغطيه بحاجة تقيلة صوف كده عشان تدفي العجين. بطانية صغيرة، مفرش مهير، حاجة تقيلة عندك تغطي بيها طبق العجين وتسيبيها قد ساعة كده الا ربع او ساعة. تبصي عليها تلقي العجينة حجمها الضاعف. ممكن هي مجرد ما انت تخلصيها عجين تخمر على طول، يعني ممكن في نص ساعة تلاقيها خمرت، بس عشان الجو شتاء قعدت حوالي ساعة. الجو شتاء والدنيا برد. هتجيبي بقى في حلة فاضية كوباية سكر وكوباية مية ونص ليمونة، دول الشربات اللي هتدهني بيه وش الفريسكا بعد ما تستوي. انا حطيت كوباية ونص سكر على كوباية ونص مية على كوباية سكر، وعصرت ليمونة صغيرة وحطيتهم على النار عشان على مغسل الصاجات ما تأخرش على يعني لو اتأخرت او نسيتها على البوتاجاز ما تتحرقش، يبقى فيها مية كفاية. وبعدين تغسل الصاجات وتنشفيهم كويس، وتجيب الفرشة وشوية سمنة وتروحي ايه دهناهم على ما العجينة تخمر. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو دول ترفعيهم على النار وتسيبيهم يغلوا كده ربع ساعة، وترجعي تشوفي العجينة ايه. بسم الله ما شاء الله العجينة خمرت اهي وحجمها اتضاعف. شايفين عليت ازاي؟ شوف كانت حتة صغيرة في الطبق ازاي اتضاعفت لفوق اهي. والسجات بعد ما غسلناها ودهناها هنبتدي نقطع بقى الفريسكا او الشوريك. العجينة عشان اتعجنت كتير بقت عاملة زي الاستيك كده، عاملة زي اللبانة، بتمط كده وبتاخد وبتدي معاكي، بقت لذيذة يعني. تشكليها يعني العجينة انتي هتلفيها كده وتعمليها زي الحلزون. ماشي، مش صعبة يعني، انتي كأنك بتعملي صباع فينو كده، بس تخليها اكبر شوية وتروحي لفاها في الصاج كده بالشكل ده زي الحلزونة كده اهي. يعني تاخدي كمية حلوة كده في ايدك قد حجم البرتقانة. يعني لما كنا بنعمل القرص كنا بنقول حجمها قد البيضة كده، قد بيضة الفرخة. دي بقى الفريسكا هتكبري العجينة شوية تبقى قد حجم البرتقانة كده بسرعة، وتلفيها كده في ايدك وبعدين تعمليها حلزون اهي. سهلة جدا جدا ولا اسهل. وعامة انا اول مرة اعمل المخبوزات دي معاكم، يعني انا زيكم اول مرة اجربها. يعني صحيح بعمل القرص والفاش والكلام ده، لكن الحاجة دي اول مرة اجربها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وانتي شغالة كده استغفري ربنا، سبحي البقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي واحدة منهم تعجبك افضلي ردديها كده وانت شغالة، بتديكي بركة كده وونس وانت شغالة كأن حد بيساعدك، والحاجة اللي بتعمليها بيبقى فيها بركة. وسبحان الله يعني حاجة حلوة غير الحسنات اللي بتاخديها.
كده انا عملت صاج الفريسكا، بس انا الصراحة عملت صاج واحد والباقيين عملتهم قرص، لان احنا كنا عايزين نعمل قرص. بس انا شفت الوصفة دي اختي عاملاها، اسمها مطبخ الصعيدية، القناة بتاعتها اسمها كده. فانا شفتها عاملة الفريسكا دي، حبيت اجربها، لكن احنا كنا عايزين نعمل قرص عادي يعني. فعملت بنفس المكونات، عملت الفريسكا منها جزء وعملت الباقيين قرص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما خلصناهم تقطيع برضك غطينا الصاجات بمشمع، وحطينا عليهم الغطا ديفيو عشان يخمروا. بعد ما خمروا حجمهم الضعف زي ما انتوا شايفين كده، دهناهم بالفرشة سمنة على الوش او زيت، وبعدين حطيناها في الفرن. تولعي الفرن الاول 7 دقايق او 10 دقايق لحد الفرن ما تسخن، وبعدين تحطيهم على 180 درجة. تحط الصاج على الرف اللي في النص، وتستني عليه حوالي تلت ساعة، وافتحي وشوفي، هتلاقيها قبت كده بسم الله ما شاء الله وحلوة كده. بس لو الوش فاتح شوية او محمرش، ولعي لها الشواية من فوق. يعني هي بتاخد لها حوالي نص ساعة في الفرن او 40 دقيقة بالكتير. اهي بصوا شكلها مستوية، حمرا من فوق ومن تحت. انا لقيت الجوانب احمرت ومن تحت احمرت، بس الوش لسه ابيض. رفعتها على الرف اللي فوق وفتحت عليها الشواية، وتوطي الشواية، ما تسيبهاش عالية تحرق وشها. توطي الشواية وتخليكي جنبيها، كل شوية تبص عليها، او سيبي باب الفرن مفتوح وانتي واقفة جنبيها. شايفين لونها من تحت دهبي ازاي، ولا محروقة ولا حاجة. بسم الله ما شاء الله جميلة. هنا بقى الشربات كان استوى. تجيب الشربات وتروحي دهنة وشها بالفرشة. عايزة ترش عليها سمسم، عايزة ترش عليها جوز هند، عايزة تحط لها شربات بس وتسيبيها كده. بس انا رشيت عليها جوز هند بعد ما حطيت لها الشربات، عشان حتى اللي يمسك ما تلزقش في ايديه. وده شكل القرص. انا عملتها بعيدة عن بعضيها عشان ما تبقاش ملزقة في بعضيها وتقيلة زي القرص اللي بنعملها. بيقولوا لي شكلها عامل زي الفايش. خلي القرص تبقى مدورة كده وحروفها كلها حمرا. اهي مفردين هم، بس بصي طعمها سبحان الله زي القرص بتاعة الفرن الفينو بالظبط. يعني انا بعمل قرص كتير قبل كده طعمها قريب من الفايش، لكن دي طعمها زي قرص الفرن الفينو بالظبط. وده شكلها بعد ما دهناها بالشربات ورشينا عليها جوز الهند. اهو بصوا يا بنات، اهي طالعه تحفه، هشه وخفيفه ولونها مظبوط من فوق ومن تحت، حمرها وسواها، وخفيفه قطنيه كده اما تمسكيها على ايدك، خفيفه كده عامله زي حلاوه غزل البنات كده، خفيفه خالص. عشان تسيبيها تخمر كويس بتبقى هشة وخفيفة. جربوها وهتعجبكم، وبألف هنا على قلبكم يا حبايبي. ما تنسوش اللايك الحلو والاشتراك في قناتي بنت العمدة أم يوسف. وبألف هنا وشفا ليكم يا اخواتي. السلام عليكم.